النهارده كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي استقبل رئيس الاتحاد البحريني بقياده السيد انور شرف. والحقيقه كان نادي الاتحاد البحريني، والحقيقه كانت مقابله اكثر من رائعه. تعالوا نشوف تقرير عن هذه الزياره، وبعد هذا التقرير لاول مره بيظهر جرادي شار. النهارده حوار مفتوح وحوار من القلب، يفتح قلبه ويحكي لنا القصه من البدايه للنهايه. جرادي شار نجم النادي الاهلي. أول شيء بنتكلم فيه يعني نبارك للنادي الأهلي بطولة الدوري ال45، وهذا مو غريب على النادي الأهلي تحقيق البطولات لأنه نادي البطولات. بداية يعني تشرفنا اليوم بمقابلة الكابتن محمود اللي أول ما يعني شفناه هنينا بالبطولة، وهنينا إن شاء الله يعني كل التوفيق في قادم الأيام لتحقيق أفضل البطولات. ناقشنا بعض الامور وبعض الافكار اللي راح ان شاء الله نتعاون فيها مع النادي الاهلي من خلال تبادل بعض الخبرات، من خلال تعاون بحسب الاشتراطات واللوائح وامور كثيره ان شاء الله راح نتحاور فيها اكثر. تم اهداء الكابتن كتيب خاص بتاريخ نادي الاتحاد البحريني يشرح فيه من تاسس نادي الاتحاد في 1952، ونادي الاتحاد يعتبر من الانديه المندمجه تحت 3 أندية. فصار تطرق عن تاريخ النادي، وايضا الكابتن شرح لي عن نادي الاهلي وطرق والرؤساء العدد 14 اللي ترأسوا مجلس الإدارة، وهذا الشيء بالعكس يعني تاريخ عظيم وكبير للنادي الأهلي، ما حد يعني بالعكس نفتخر فيه كلنا.